السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. هنعمل بقى القطايف بكل تكاتها وأسرارها وتفاصيلها. هتكون معاكي مقرمشة من بره وطرية من جوه، وهتبقى عسل قوي. تابعي الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. أول حاجة هنحضرها معانا وهو الشربات. الشربات لازم يكون تقيل وبارد معاكي. عندي كوبايتين من السكر وكوباية من المية، ومعايا نص ليمونة. واول ما تبتدي تغلي معاكي على النار هتعدي من 6 ل8 دقايق وبعدين تدفع عليها. تاني حاجة، معايا كوباية ونص من الدقيق ولازم تنخليه. هضيف عليه بقى معلقة ونص من السكر ونص معلقة من الخميرة ورشة صغيرة من الملح. هقلب المكونات دي كويس عشان تتخلط كلها ببعض. تاني حاجة، معايا كوباية من المية. هنزل تدريجيا بالمية وهوريكي القوام المظبوط اللي هتمشي عليه للعجينة. اهم حاجة ما تضيفيش ميه وخلاص، عشان في عجين في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق ما بيشربش ميه كتير، حسب الدقيق ونوعه. انا كده خلصت الكوبايه الاولانيه. خدت معايا قد ايه ميه؟ خدت معايا كوبايه ونص من الميه. وزي ما قلتلك ما تضيفيش الميه كلها، ضيفيها تدريجيا عشان هوريك القوام المظبوط دلوقتي وهيبقى عامل ازاي. وهو ده القوام اللي انا محتاجاه في العجينه، ما بين التقيل والخفيف، بالشكل ده كده. تمام. هجيب بقى مصفى، هغير المصفى واجيب المصفى الكبير احسن، وهصفي المكونات العجينة اللي انا عملتها عشان لو في اي تكتلات. هصفيه كويس كده بالشكل ده. وبعد ما اصفيه هيقعد يخمر لمدة 25 دقيقة. هغطيه بكيس مطبخ واخليه يتخمر لحد 25 دقيقة. تاني حاجة، هجيب الشفشق معايا ويكون ليه بوز، وهنزل فيه المكونات كلها، وامسك الشفشق بتاعي واهزه ما بين ايديا كده كام هز عشان العجين ما يكونش متكتل من فوق. تمام. هجيب بقى طاسة او حلة على النار بس ما تكونش بتلزق معايا، وابتدي انزل الحجم اللي انا عايزاه. انا عملت الاول الحجم الكبير ده، وبعدين عملت الحجم اللي هو العصافير الصغننه. طبعا الحجم تبع اللي انت محتاجاه طبعا. عندي النار عامله ازاي. اول حاجه هنسخن الطاسه بتاعتنا، وبعد ما تسخن نوطي النار خالص، يعني نوطيها خالص، لان لو عليتي النار عليها هتلاقيها اتحرقت من تحت وهتبقى عجينة من فوق ما تكونش استوت خالص. فاهم حاجة في التركة دي ان انت تكوني موطية النار. شايفة اللون عامل ازاي والفقاعات بتاعتها عاملة ازاي؟ اهم حاجة توطي النار. تمام. وما تقلبهاش، هي بتاخد لون من تحت زي الشكل ده كده، وتحطيها بقى ما بين فوطة من تحت وفوطة من فوق عشان ما تعجنش معاكي. اوعي تطلعيها وتحطها فوق بعضيها هتعجن معاكي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجة كده ما شاء الله. وحطها ما بين فوطتين بالشكل ده. لو وصلت لحد هنا بقى يا قمر، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وقوليلي بقى انت بتتابعيني منين. بصي بقى بعد ما شايفة عاملة ازاي، طبقتها ما بين ايديا كده، لا اتقطعت معايا ولا اي حاجة خالص عشان العجينة ناجحة معايا. هجهز بقى معايا المكسرات. معايا هنا سوداني مجروش، ونزلت زبيب وجوز هند. طبعا المكسرات دي حسب اللي بيحبها، يعني مثلا في حد بيحب سوداني بس مع جوز الهند، حسب اللي انت بتحبيه حطيه. تمام. شايفة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ناجحة جدا وجميلة. هقفل بقى القطايف بتاعتي دي، وهجيب بقى الشوكة بتاعتي وهديها شكل حلو قوي كده من تحت. اضغطي عليها كده بالشوكة بتديها شكل حلو قوي، عشان تتأكدي كمان ان هي قفلت كمان كويس. هقفل بقى كل القطايف بتاعتي بالشكل ده. فين بقى اللايك بقى؟
اعملي لايك حلو بقى لاختك يعني فضلا وليس امرا يعني. ان شاء الله تعجبك بقى الوصفه الحلوه اللي بتجنن دي، يعني من كوبايه ونص ما شاء الله عملوا لي كميه حلوه قوي. بدوس عليها بالشوكه بالشكل ده كده. هعمل الكميه دي كلها بقى. تاني حاجه بقى، هجيب طاسه معايا واحط الزيت ما يكونش غزير قوي يعني. واهم حاجه في التركه دي، ما تسيبيش القطايف تاخد لون من تحت وبعدين تقلبيها، لا، كل شويه قلبيها، يعني ما تسيبهاش تاخد لون، كل شويه اقعدي قلبي فيها كده بالشكل ده عشان تبقى معاكي مقرمشه وبالتالي تستوي معاكي كويس. والنار لازم تكون وسط، ما تكونش حاميه قوي. لو حاميه قوي هتلاقيها اتحرقت معاكي وما خدتش معاكي استوى المظبوط، هتلاقيها نيه من جوه. تمام كده. هطلعها بقى على الشربات. عايزه تطلعيها على مناديل مفيش اي مشكله، عايزه تطلعيها على طول في الشربات برضك مفيش اي مشكله. هي على فكره جميله جدا وما بتشربش زيت، ناجحه مليون في الميه. جربوا بقى الطريقه دي حلوه قوي، حاجه كده ما شاء الله. هنا بقى هطلع وهحط لكم في المناديل، يعني عايزه تحطي كده، عايزه تضيفي في الشربات على طول مفيش اي مشكله خالص. وهقعد اقلب زي ما قلت لكم كده، هقعد اقلب فيها كل شويه، ما سيبهاش تاخد لون من تحت، هقلب فيها كل شويه بالشكل ده كده. هطلع بقى على المناديل وبعد ما تتصفى معايا هنزلها على الشربات. اطلع الكميه بتاعتي الحلوه دي وابتدي ان انا انزلهم على الشربات. كمان هبتدي بقى ان انا اجيب مصفايه كده حلوه وابتدي ان انا بقى ايه احط فيها القطايف بتاعتي دي إيه، عشان لو في اي عسل زيادة ينزل من المصفى، يعني اي عسل زيادة كده ينزل. هاخد بقى واحدة واحدة كده اصفيها واحطها بقى في المصفى بتاعتي. تمام كده. تمام. وبعد ما طلعناها بالشكل ده هسمع لكم بقى صوت القرمشة اللي تجنن. سامعين؟ سامعين القرمشة؟ حاجة كده فوق الاخر، بسم الله ما شاء الله، تجنن. جربوا بقى الوصفة الخطيرة دي، بجد مقرمشة من بره وطرية من جوه ولا شاربة زيت. وصفة بجد من الاخر، وصفة ناجحة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ بجد طعمها جميل. انا مش عارفة الصوت وصل لكم ولا لا. شايفين الكمية جميلة جدا. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.